إذا كنت من الأشخاص اللي بتطمح تكون مقتدر ماديا ويكون عنده دخل عالي وديون أقل وينعم هو وعيلته وأبنائه بحياة كريمة، جايب لك النهارده كتاب هيفيدك جدا في الموضوع ده. والنهارده الجزء الأول من شرح كتاب الأب الغني والأب الفقير، تأليف المؤلف الرائع جدا روبرت كيوساكي. وأنا متأكد إن بعد الفيديو ده هتتغير نظرتك تماما عن الفلوس. والجزء الاول معانا النهارده في الفيديو عباره عن جمله، انا بالنسبه لي الجمله دي غيرت لي حياتي وغيرت طريقه تفكيري عن المال، لدرجه ان خططي المستقبليه اللي كنت مخططها لنفسي اتغيرت تماما. والدرس الاول من الكتاب ان الاثرياء لا يعملون من اجل المال. الغني ما بيشتغلش 8 او 9 او 10 ساعات في اليوم او 5 أو 6 ايام في الاسبوع و11 شهر في السنه عشان ياخد فلوس. الغني المال يعمل من اجلها، بيكون عنده اصول بتشتغل عشانه، محلات، اسهم، شركات، عقارات. فلوس يا صديقي المتابع بتشتغل عشانه. والله العظيم هي جمله لو تفكر فيها بعمق هتغير كل خطتك المستقبليه.